اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين واخر حلقات سيزون 5 من استوديو اكس بودكاست بارد باي فاي ايجيبت اند امباور. قلت النهارده لازم بقى يعني الموضوع يبقى مش كله ضغط وكوره وبتاع، قلنا ايه ندخل شويه يعني ايه فاني كده في الموضوع. ولناش احلى من ان احنا نجيب اتنين زوجين عصفورين كناريا بيلعبوا كوره قصاد بعض، ما شاء الله الله اكبر يعني، بس واحد في كارير التدريب دلوقتي واحده لسه بتلعب ما شاء الله. كابتن احمد ازيك عامل ايه؟ اخبار ازي حضرتك؟ كابتن هايدي اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. صحتك كويسه؟ الحمد لله جاهزين؟ ان شاء الله. جاهزين. نبدا بقى، معلش هو ليدز فيرست وكل حاجه، بس انا هبدا بيه. معلش احنا ندعم الكره الاسلاميه، لكن معلش قول لي بقى يا ابو حميد انت ابتديت ازاي؟ انا ابتديت كوره كان عندي حوالي 9 سنين. اول نادي لعبت فيه كان طلائع الجيش. لعبت حوالي 3 سنين هناك. بعد كده انتقلت البتروجيت وفضلت العب طول مرحله الناشئين لغايه سن الفيرست تيم. بعد كده طبعا زي ما حضرتك عارف ان بيجوا في وقت معين بيلغي المرحله السنيه وبتبتدي اللعيبه تتفرق، يا اما في لعيبه منهم بتكمل في الدرجه الاولى او في لعيبه بتبتدي تروح انديه تانية. فانا بعد ما لغى المرحله السنيه بتاعتنا اتجهت بقى للممتاز به. لعبت في نادي اسمه بهتيم، كان ساعتها درجه تانية، ومن بهتيم رحت نادي انا ممتاز به في مجموعه الصعيد لغايه اما بطلت كوره خالص. كويس والله. وبعدين دخلت بقى في كارير التدريب، ابتديت مجال التدريب. صح كده؟ مظبوط. ماشي نرجع لك تاني. وانت هايدي ابتديت ازاي؟ من وانا عندي 6 سنين انا كان اخويا بيتمرن يعني في الشرقيه، فكان كلهم ولاد، فانا رحت اتفرج عليه يعني تمرين عادي. فبعدين شبت بقى قلت لبابا انا عايزه العب معاهم وكده، بس فهو الله يرحمه يعني هو كان قال لي تمام وتعالي. فاكر ده كان عيله راجل صغيرة. محترم وراجل اوبن مايندد. والله العظيم يعني اللي هو يعني في الشرقيه وسابك تلعبي كوره، والله ده وده كويس. الكلام ده وانا عندي 6 سنين، يعني الموضوع دلوقتي بقى له 18 سنه. فنزلت اتمرنت معاه مع اخويا يعني. بس واحده قابلنا كابتن اسمه كابتن مصطفى. قال له بقى ان في اصلا كره نسائيه في القاهره، وفي فرق كان ساعتها مصر مقاصه موجود والداخليه وفرق هم دلوقتي مش موجودين، بس دول اللي اسسوا الكره النسائيه زمان، ووادي دجله وكده. فخدني وانا عندي 8 سنين تقريبا او 7 سنين، رحت على براعم وادي دجله. قعدت في وادي دجله 10 سنين براعم وناشئات وفريق اول. وفي الفتره دي رحت المنتخب. بعد ما بابايا توفى الله يرحمه 2014 مامتي كمان كملت بعده. بدات ان هي توديني وتسافر بيا كل يوم من الشرقيه للقاهره ونرجع. محمد صلاح. اه محمد صلاح يبعث من جديد، يطبخ على نار هادئه. بس كنت بتمرن انا وعمر اخويا بقى واحنا صغيرين. بعدين بقى اتجهت بقى للكره النسائيه، لقيت ان في القاهره، رحت وادي دجله. وبعدين يعني انت فضلتي لغايه 14 سنه بتتمرني مع الولاد؟ لغايه ما بابايا توفى 13 14 سنه انا فضلت كنت بزود مع الولاد في الشرقيه. كل تماريني كانت مع الولاد بلس النادي كنت في وادي دجله في القاهره. ما كنتش طبعا بحضر كل التمارين قوي يعني في وادي دجله، لان انا كنت بروح واجي كل يوم من الشرقيه للقاهره، فهم كانوا عارفين ان ده صعب، فبصراحه هم كانوا متفاهمين يعني. متفاهمين جدا. بس بعد ما والدي توفى انا لقيت برضو ان انا خلاص انا كبرت، بقيت بلعب كده في كوره مع بنات، فكملت. مامتي كملت معايا فتره، وبعدين بدات انا اروح لوحدي مع اصحابي. بروح من الشرقيه لوحدي، فخلاص بقيت بقى كمان واحده اقعد في السكن مع البنات. وبعدين وادي دجله رحت على فيوتشر. وبعدين بقى خلاص انا بقيت مغتربه مستقره، مثلا قاعده في السكن مع اصحابي تمارين بنات بس. طب كان شعورك ايه بقى وانت قاعده كده لوحدك في السكن؟ بس انا عارف البنات برضو يعني الولاد ده بالنسبه لنا احنا ايه يا باشا، ارميل في اي حته هيسلك، انما البنت برضو المشاعر والهرمونات بقى لما بتطفح في القصص دي، فانت كنت بقى عايشه ازاي يعني؟ انا اصلا دلوعت بابا وماما بقى البنت الوحيده، هو باين وعمر ما شاء الولد الله. الوحيد، ما شاء الله. لا طبخ بقى ولا اي حاجه يعني على هو الله واضح خالص. انك ايه بتاكل الشارع، باين على جسمك باين. خس والله. ماشي. انا لما رحت المنتخب وسافرت مع المنتخب يعني الاردن والمغرب تونس تصفيات كاس عالم كذا حاجه، ماما بدات الخضه تروح من عندها. الكلام ده بعد ما والدي توفى، فكانت ماما بس بقى اللي خايفه. انت يعني انت كنت ابتديتي تسافري بعد ما والدي توفى؟ لا 2015 ايوه انا فاهم، انا قصه كده. الاغتراب بقى لما اغتربتي، انا قصدي كنت ابتديتي تسافري بره مصر فخلاص هم ماما متهيئين الخضة نفسيا بدأت فكره انك تبقي بعيده عنهم، لان هي ولا جه اتعودت. الاول انك تبقي في مثلا مع زمايلك وبعد كده جالك الاستدعاءات؟ لا المنتخب الاول يعني المنتخب كان ساعتها عندي 15 سنه، كانت ماما لسه بدات بتوديني. والله احنا عايزين نشكر بابا وماما والله العظيم والله ثلاثه، العظيم. والله العظيم احنا المفروض نيجي القعده دي والله ماما والله والله العظيم الناس اللي يعني فاكه دي. عارف انت اصل عيله صغيره عندها 15 سنه مسافره بره مصر لوحدها يعني مع طبعا الفريق والكباتن كده، بس من غير بابا وماما دي. لا اصل مصر خلي بالك كمان لينا عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا بغض النظر عن اي شيء احنا يعني. معاهم، بس هو الخضه بقى بالنسبه لها.
بس فبعدين بقى بدات ان انا هي بقى الخضه تهدى، وان انا عارفه ان انا بعتمد على نفسي وبروح واجي. قعدت تيجي مثلا موضوع اقعد يومين مع البنات في السكن وبعدين ارجع، بعدين 3 ايام، اسبوع، شهر. الموضوع بقى بدا يكبر، ما بقتش انزل مثلا غير مره في الشهر او مرتين. عجبك الموضوع بقى؟ فالموضوع كده جه عشان بعد كده لما اشتغلت في القاهره واتجوزت في القاهره، يعني تحس الموضوع ربنا لا احنا جايين بيسهله لنا نتجوز، من لا انت زمان. ما تاكلينيش، لا، بس أنا ده واحده بقول واحده إن هي واحده، الله جت يبارك لك. كده. بس احنا لسه بنقول تاتا تاتا في موضوع ان الخط انا اهو. كنت قاعده مغتربه، هو طبعا كان صعب، بس هو على قدنا، والبنات مريحه وفاهمين بعض ومغتربين، بنساعد بعض، حد يعمل اكل، حد يعمل لنفسه اصلا، حد يشيل الحاجه اللي عملها مكانه. فالموضوع ما كانش صعب، كل واحده في حالها تقريبا، حد عنده شغل زايد التمرين. طب انك ما كنتيش عادي. بتطبخي، كنت بتعملي ايه معاهم؟ يعني نقضيها بقى مكرونه مسلوقه وتونه كده. يعني انت كنت عايشه مع نفسك ولا اه بتساعديهم لا، في حاجه؟ يعني فهم بيطبخوا لك؟ لا، الاكتر كل واحده على نفسها، يعني انا اتعلم منهم حاجه خفيفه. هي مثلا يخدم تقول لي نفسك بنفسك، الله يمشي بينا، ربنا يديله اغسل الصحة. طبقك، سريرك، كل الكلام ده كل واحده لوحدها. ده والله عظيم، والله اه. عظيم. بقول لك يا ابو حميد بقى، لما مسكت بقى ابتدينا نخش في كارير التدريب، عملت ايه؟ تمام. انا اول حاجه كان بالنسبه لي عندي مشكله لما كنت لعيب، ان انا من النوعيه اللي كنت بحب دايما اي تمرين او اي حاجه انا بشتغلها كلاعب، انا محتاج ان انا افهم هي الهدف منها ايه او المقصود منها ايه، لان في الاول في الاخر انت بس اللي بتخاطب بيفهم لعيب. بيتعب ده، اللي ساعات. بيفهم ده يتعب ده والله. ماشي. الفكره ان انت محتاج ان انت توصل لدماغ اللعيبه، انت بتخاطب لعيبه، فانت برضو لازم توصل له في الاول في الاخر ان الحاجه اللي انت بتعملها دي انت مش بتعملها بلا هدف، انت دي في هدف منها وفي حاجه مقصوده منها. فده كان من ضمن الحاجات اللي انا كنت مركز عليها لما اتجهت لمجال التدريب، ان انا محتاج ان انا افهم الاول وفي نفس الوقت اوصل المعلومه دي للعيبه عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط واللعيب يطلع مستفيد في الاخر. حلو. بس ابتديت بقى عملت ايه؟ ابتديت طبعا موضوع الكورسات والدورات انا قصدي التدريبيه بس معلش، انت ابتديت تدرب الاول فخدت كورسات؟ بالظبط. يعني جات لك فرصه الاول فخدت كورسات، ولا انت بالظبط. ابتديت تاخد كورسات وانت ماشي بقى في الكورسات بالظبط. انا اول حاجه ابتديت بيها ان انا رحت خدت الدوره الاساسيه. يعني انت ابتديت الاول تاخد الكورسات؟ بالظبط. انا كنت محتاج ان انا عشان ادخل المجال انا محتاج ان انا ابقى فاهم الاول انا بعمل ايه او انا داخل على ايه. فابتديت اول حاجه كان بالدوره الاساسيه اللي هي تبع نقابه المهن الرياضيه. وطبعا انت معاك الممارسه فما فيش مشكله يعني. بالظبط، كنت لاعب قبل كده. حلو. فابتديت بقى بالخطوه دي. بعد كده الخطوه دي فتحت لي مجال التدريب ده، انا جالي فرصه شغل في مكان كويس، ومن خلال المكان ده هم ايه كانوا المكان؟ بصراحه ايه قول. ممكن اقول الاسم عادي يا باشا، واحنا فعلا احنا في القناه الاولى، ما تقول يا سيدي. كنت شغال في مكان اسمه فودجينكس. عارف فودجينكس طبعا. بالظبط. ده من احسن الاماكن على فكره، ده على فكره بحس انه من الاماكن اللي بتعلي المهارات فعلا بتاعت الولد. بتشتغل على كل حاجه عند اللعيبه، وبتشتغل برضو في الاول والاخر على الحاجات اللي هي بتعود بنفع على اللعيبه اللي هي. طب ده جات لك مصلحه دي؟ قرار. بالظبط. وهم كانوا طبعا مساعديني جدا في موضوع الكورسات هتلاقي ناس اكبر منك تدي لك من خبراتها، تشوف انت بقى تبدا تحط حصص تدريبيه مع اجهزه كتير. بس انا شفت الموضوع ده كذا مره يعني. بالظبط. فهم كانوا بيساعدوني جدا في موضوع الرخص والكورسات والحاجات دي. فهم كانوا اللي هو يعني هم متفاهمين جدا ان قد ايه الرخص والحاجات دي هي دي في الاخر، هو في الاول في الاخر بيستثمر في المدرب. فهو كان مسهل الدنيا خالص في موضوع الكورسات والشهادات، بحيث ان هو في الاول وفي الاخر هو برضو بيستثمر في يعني هو ساعدك انك تبدا تاخد كورسات بره. انا عارف انت في الوقت اللي ابتديت فيه تدريب تقريبا ما كانت تقريبا الدنيا كانت واقفه. بالظبط. صح. يعني كان الكاف تقريبا مش قابل لنا اي رخص الحمد لله، عشان احنا كنا ناس شاطرين ومجتهدين طول عمرنا. الدوري المصري يا جماعه طول عمره مشهور طبعا، مشهور له بالاجتهاد، فطبعا كان بيطلع مدربين عظام. فيعني الحمد لله الحمد لله. ماشي الحمد لله. كمل عشان ما تحبش احس ايه يعني خش في السياسه جامد. ها بس هم ساعدوني جدا في موضوع الرخص والكورسات دي. فده لحد ما يعني طور حاجات كتير فيا كمدرب، لان برضو زي ما حضرتك عارف ان مهارات التدريب بتختلف تماما عن مهارات اللعب. طبعا بتتطلب مهارات تانية خالص. طبعا. فده المكان ده بصراحه يعني ساهم في جزء كبير قوي من اللي انا وصلت له. طب انت حاسس ان الكورسات اللي انت خدتها دي فعلا كانت مفيده بالنسبه لك، ولا الاكسبيرينس بتاعت الملعب هي اللي كانت مفيده اكتر؟ هما الاثنين بيكملوا بعض. يعني انت مش هينفع تاخد الخبره من الملعب بس، ومش هينفع تاخد الجزء الاكاديمي بس. اديني مثل يا ابو حميد بعد اذنك، عايز مثل يعني. مثلا قول لي مثلا في الحصه مثلا بنعمل كذا، ده بيكون فاهمه من التدريب وده بيكون فاهمه من يعني الدراسة. هو الرخص او الدراسه عموما علمتني ازاي ان انا اقسم السيشن بتاعي، ازاي ابقى محضره اصلا من قبل ما انزل الملعب، بحيث ان انا ما يضيعش مني وقت كبير قوي في الملعب. فترات الراحه طبعا بتنتقل من جزء لجزء، ازاي بتبني من جزء على جزء تاني، وهكذا. انا مش بسال السؤال والله تقليلا من مجهود، بس انا بسال ليه؟ عشان نفهم بس يا جماعه ان العلم ده شيء مهم.
انك فكره انك لازم تدرس الشيء وتاخد الاكسبيرينس بتاعته، مفيش مشكله، بس انت زي ما تقول كده ايه، انت بتمنطق اللي انت شفته بعينك، بتعرف تتعلمه كويس، بتفهم النو هاو بتاعته. انت عرفت ان النهارده بتعمل دريبل، لكن ازاي اصلا تعمل حصه دريبل وتاسسها وتقسمها والكلام ده كله، دي محتاجه اصلا علم عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه، عشان لما تبقى في الاخر تبقى في نتيجه. بس يعني عشان كده انا سالت والله، عشان بس أكيد. نبدا نوضح للناس مش اكتر يعني. كمل معاك، بس انا معاك للاخر. هو من الاخر الموضوع الرخص او الكورسات هو بيبتدي ينسق لك المعلومات اللي انت عندك طبعا. اللي انت جمعتها في خلال فترتك كلاعب، وبعد كده باللي انت بتقابله كمدرب، بيبتدي يسهل من الاخر عليك ازاي تنزل ملعب وتشتغل وما يكونش في وقت ضايع، ازاي اللعيبه تطلع باكبر استفاده ممكنه، ازاي تبتدي تبني على ده. بس فده الافاده من الرخص او الكورسات يعني. وكملت بعد كده لغايه فين؟ وحاليا دلوقتي موجود فين يعني؟ انا حاليا دلوقتي مدرب مساعد مودرن سبورت كره نسائيه. الله. وانت بتلعب بيراميدز يا سيدي، احنا جايين ده انتوا اللي وقعتوا انتوا اللي وقعتوا، مش انا اللي رماكم. حلو قوي. ماشي كملي. ايه انا بعد ما وصلتي بقى ان خلاص رحتي بقى وابتديتي ايه، اقعدي، عايزين نعرف بقى عملتي ايه في ايه بالظبط؟ في اللعب. مش كملتي الأندية ساعتها وصلتي يعني؟ ايه بقى؟ وصلتي كنت نادي ايه بقى لما كنت قاعده في السكن مع كنت المغتربات؟ وادي دجلة. كنت في وادي دجله. وبعديها فيوتشر، وبعدين دلوقتي بيراميدز. وقابلتي بقى في فيوتشر؟ لا بينهم بقى انا ما كنت قاعده برضو في سكن في فريق اسمه SAK او مركز شباب الاميريه، هم كانوا واخدين أيوة اسم عارف. مركز شباب الاميريه. هو ساعتها بقى، انت عايز تعرف تقابلنا ازاي؟ لا دي مش دلوقتي، خليني بس معاكي في الكوره. بس فهم دول بقى يعني جت ستيب باي ستيب، واحده واحده. كنت في دجله بقعد شويه، بعدين فيوتشر 3-4 ايام، بعدين مثلا SAK كان اسبوع، وبعدين بقى بيراميدز دلوقتي وانا متجوزه. حلو قوي. طبعا انا باللي انت حكيتيه انا عارف ان وادي دجله من الانديه الكويسه جدا، وانت حضرتي العز بتاعهم. صح كده؟ 10 سنين بصراحه. بيراميدز كتجربه انا عارف ان السنه دي مش احسن تجربه بالنسبه لهم، خلينا يعني انا عارف انك مش هينفع تقولي الكلام ده، لكن انا اقدر اقوله عادي جدا، معلش يعني. هم مهتمين اكتر بالفريق الاول، انا عارف بتاع الرجاله، مفيش مشكله خالص يعني. بس يعني انا عايز اعرف كده منك، انت استفدتي ايه من كل تجربه؟ يعني تجربه وادي دجله استفدتي منها ايه؟ تجربه فيوتشر استفدتي منها ايه؟ تجربه المركز شباب الاميريه استفدتي منها ايه؟ تجربه بيراميدز النهارده انت مستفيدين منها ايه؟ وادي دجله انا استفدت منه ان انا اصلا كنا بناخد الدوري كل سنه، وانا كمان مع الناشئات كنا بناخد الدوري كل سنه. زي الاهلي كده مع الفريق الاول. ماشي. لما رحت المنتخب من اول مره في حياتي كان مع وادي دجله، خدت اول خبره ان انا العب فيرست تيم وانا ناشئه مع وادي دجله. كان عندي ساعتها 15 سنه، بدات العب فيرست تيم مع وادي دجله. فهو شال خضه المدربين اللي اتمرنت معاهم برضو، وكان اسم كبير، وشفت معاهم برضو حاجات دوري، خدنا دوري كتير معاهم. فانا دجله خد مني خضه كبيره كده، شالها عشان انا من وانا صغيره مع عيله صغيره 8 سنين، فعرفت مجال الكره النسائيه من وادي دجله. بعد لما مشيت بقى رحت فتره مش كبيره خالص نادي الطيران، ما كملتش معاهم موسم. وبعديها رحت على فيوتشر، بدات بقى انا بقيت فيرست تيم، بس ما بلعبش الناشئات وفيرست تيم. خلاص بقى. شيكابالا بقى. انا بلعب فيرست تيم، انا بلعب بالشريط بصوتي. ماشي. كان فيوتشر كان لسه بادئ مستقبل وطن درجه تانية، دي السنه الوحيده بس اللي لعبت فيها درجه تانية، عشان كنت عارفه كابتن مروه الحوط وكابتن محمد كمال كانوا ماسكيني في وادي دجله، فانا عارفه ان هم مش هيعملوا حاجه وحشه، هم طالما مسكوا فرقه هيصعدوا يعني هيصعدوا. فعشان كده دي السنه اللي قبلت ان انا العب معاهم درجه تانية. عملت فيها بوفون وديلبيرو وما نزلوا بيوفنتوس درجه تانية. قال لك احنا معاه. ماشي. عارفه حقك. ماشي. واثقه بيهم. ماشي. بس فبعدين صعدنا على طول، هو سيزون 1 صعدنا على طول وبقى اسمنا فيوتشر. بدأ الدوري بقى يكبر، بقى في فرق بتنافس، مش وادي دجله بس بياخد الدوري كل سنه، ولغايه دلوقتي لسه بيكبر يعني. بقى في فرق كتير منافسه دلوقتي، في مسار الاهلي بدأ والزمالك بقى، والناس كتيره بدأوا يدخلوا MB، في فرق كتيره. بس بعدين SAK انا برضو ما كملتش معاهم قوي برضو، انا قعدت معاهم مثلا سنه ونص. ما كان يعني كان في بصراحه مشاكل كتيره، البنات كانوا لطاف وكل حاجه كانت حلوه، بس ما بغض النظر انا كنت جايه من وادي دجله وفيوتشر كانوا هم ماشيين بسيستم مختلف تماما. فلما جيت مع SAK كان اول مره ليا، كان في مشاكل حصلت مع فيوتشر،
فانا ماشيه من فيوتشر. كان عندي بقى كان في مشاكل، كنت سايبه النادي واصحابي اللي قعدت معاهم 3 سنين مثلا او 2.5 سنين، وكنا بنحب بعض جدا. طب دي المشاكل اللي هتقابل البنات بقى في اللعب. ده في مش مشاكل هي- مش بنات هتقول لك انا كتير. عندي مشكله مع المدرب في خطه اللعب، انا مش فارق معايا ان فلان بيلعب مع فلان، مش فلان مش مننك معايا صح، لا انا عشان بقالي 3 سنين ماشي. انا مثلا انا بص هموت أنا واقول، مقدر والله انا العظيم هموت مقدر. واقول خليني ساكت. انا مقدر والله مقدر والله والله بس ما علينا. خلي المشاكل كده ماشي. انا ساكته اهو. كويس برافو عليك. هموت واتكلم، قولي بس تتكلمي وانا هقول كل لا. حاجه. بس فلما رحت اس اي كي استفدت من اس اي كي ايه ان انا اتعرفت على احمد. طب والله العظيم ده احسن حاجه اقسم بالله. والله هم كانوا بيتمرنوا في فود جينكس كان سبونسر ليهم. فانا كان اول يوم رحت فيه كان هو شافني وانا كنت لسه معاهم على الدكه لسه بمضي، ما كنتش لسه لعبت، فهو ما كانش عارف برضو مين الشكل ده جديد، وهم معاهم بقالهم اكتر من سنه. فلما رحت بقى المكان بس انا ما كنتش مش هفضل اقول لك بقى طبعا ما كنتش واخده بالي، وهو كان واخد باله وعمال يلف حواليا وكان مش هقول. الله انت هتقولي ايه وانا انت فاكر لما تقولي انت هصدقك مش يعني؟ هتسمح اصلا. ولا هصدقك احنا هنهرج. انا عارفه انك مش هتصدق. لا مش طبعا. هقول حاجه. لا طبعا عارفه لو ما كانش موجود كنت ممكن ما اصدقك، تقول حاجه. لكن هو موجود اقول ايه بس. انت مش هتقول. بس عامه احنا اتقابلنا في فود جينكس لما انا كنت مع اس اي كي. ماشي. بس فهو بقى اصلا بيراميدز انا مضيت معاهم كان في مشاكل كتيره جدا مع مركز شباب الاميريه اللي هم اس اي كي، وما كانوش راضيين يمشوني. فبيراميدز خلصوا الموضوع. عمر الهواري عادي اقول صح؟ كابتن عمر الهواري. كابتن عمر الهواري خلص معايا الموضوع، وهو كلمني وقال لي تيجي بيراميدز وكده، فهو اللي تواصل يعني معاهم، هو خلصني. والقيد كان هيقفل يوم 1/10، انا ماضيه يوم 30/9 اخر ساعه في القيد، يعني اخر ساعه في اليوم. شريف عبد الفضيل قوي. لا في الشارع. شريف عبد الفضيل قوي. انت مش متخيل. فتحوا الدرج وكسروا القفل. كابتن عمر مكلمني وانا في الشرقيه، كنت نازله اجازه يومين عند ماما اطمن عليها وكده، بيقول لي احضر حالا. القيد هيقفل دلوقتي كمان 2-3 ساعات. قلت له انا في الشرقيه، فاللي هو انت بتهزري. بعت لي الكابتن الاداري لغايه بالبيس، وانا جيت له في الطريق وقفنا في الشارع على العربيه، مضيت قبل القيد ما يقفل بساعه. واحمد كان معايا وعمر اخويا كان معايا. والله العظيم ده شيء يعني كويس. قصه شيء ايه كويس. انت متخيل. طيب وخلصوا بقى هم كلنا. انا عايز اعرف بقى شعورك انت اول مره تروحي المنتخب وانت صغيره، وشعورك برضو انت بتروحي المنتخب. انا عارف انك اكيد بقى اتعودتي على الموضوع ده يعني، بس اكيد شعور مختلف وانت رحتي المنتخب الاول. انا عايز اعرف الشعور ده والشعور ده. ماشي. وانا مبدئيا خبره المنتخب من وانا صغيره طبعا كان عندي 8-9 سنين، ممكن ما كنتش فاهماها قوي، ما كنتش فاهمه ان انت بتمثلي مصر بقى، وان انت بتلعبي انت عيله اسم صغيره البلد. بس بتلعبي باسم البلد. البلد يا رأفت. اشوف تاريخ مصر قدامي كده. رأفت الهجان بيجري قدامك اهو المفروض كده. كلنا اتربينا على ما كنتش المسلسل ده. فاهمه قوي يعني ايه ان انت تلعبي في منتخب مصر. بس لما بقى بدات احس الموضوع ده، اول منتخب رحته منتخب تحت ال17 وانا عندي 15 سنه تقريبا. بدات بقى ان هو في تصفيات كاس عالم ونسافر بره. اول بلد سافرنا الاردن، واول مره برضو اسافر بره مصر. فكانت بالنسبه لي في خضه كده، طب انا قد اللي انا بعمله ده، قد اللبس اللي انا لابساه والتيشيرت ده، كان موضوع كبير قوي. بس تجربه حلوه جدا. دي تجربه صح؟ انا عايشه بيها لغايه دلوقتي. التجربه بالكباتن بالبنات صحابي اهم حاجه البنات دلوقتي. يعني اهم حاجه البنات. ماشي المنتخب ده على راسنا والله، بحبكم يا اقسم بالله بنات. العظيم. كل التحيه لبنات المنتخب زميلات كابتن بنات هايدي. منتخب تحت 17 سنه. بنات المنتخب تحت 17 سنه مع زميلتهم هايدي، كل التحيه والتقدير ليهم. شكرا جدا. بس لو يعني بننكشها والله، لكن انتوا طبعا على راسنا من فوق يعني. لا فاللي هو لغايه دلوقتي، فانا دول استفدت بيهم طبعا. بس غير كده انا دي حاجه بتشرفني لغايه دلوقتي، ان انا اقول انا لعبت في منتخب مصر وشاركت في تصفيات كاس عالم حتى لو انا كان عندي 15 سنه. دي اكتر حاجه انا فخوره مثلا، او انجاز ان انا عملته. وكان بعديها ده كان بعد وفاه بابايا بسنه، كنت رحمة حاسه الله ان انا بعمل له حاجه كبيره، وان تعبه هو ومامتي واخويا وكل الكلام ده ما راحش. وربنا شايف قد ايه كنت بنزل من الفجر، بيأذن الساعه 3 أو 4 بنزل من بيتي من الشرقيه عشان اروح القاهره. اقول لكم محمد صلاح والله تجربه محمد صلاح بس شكرا على بنت. التقدير اللي كابتن محمد صلاح. طب مفيش عقد البازل بقى ولا اي حاجه؟ اي حاجه البازل بتاع البنات. بس فكان حاجه كبيره قوي بصراحه بالنسبه لي، ان انا طبعا امثل بلدي وكده. فكل ماتش كنا بنلعبه سواء اي قدام اي بلد تانية، الاردن، الكاميرون، جيبوتي، كل الكلام ده تحت ظروف ان الهواء ما كانش فيه هواء طبعا في جيبوتي والكاميرون، ما كناش عارفين ناخد نفسنا، الموضوع كان صعب. بس احنا بنيجي على نفسنا ولازم، واحنا بنمثل بلدنا، فكنا بنموت نفسنا حرفيا في الملعب. طب كويس. انت بقى يا ابو حميد، انا عايزك تحكي لي عن تجربه فود جينكس، لان انا بصراحه من الناس اللي بحب قوي التجربه دي.
انا عايزك تحكي لي عنها اكتر. كبدايتي اول ما اشتغلت معاهم ولا؟ ايوه من بدايتك. ماشي. عملت ايه معاهم؟ انا اول انت شايف ان هم كانوا مختلفين في ايه؟ اصلا انا شايف انهم مختلفين، بس عايز اسمع جداً. وجهه نظرك انك راجل جوه الموضوع. جدا بصراحه. انا اول ما اشتغلت في جينكس ده كان بالنسبه لي اول شغل فعلي كمدرب، بعد أيوة. طبعا ما خلصت موضوع الدوره الاساسيه ده. فانا ابتديت الاول هناك ككوتش. انا داخل بالنسبه لي موضوع جديد جدا، انا مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، إيه اللي احنا بنعمله. اجهزه جديده، تكنولوجي، حاجات داتا بنشتغلها. الحاجات اللي كنا بنشوفها بقى في بايرن ميونخ والفيفا. بالظبط. نتفرج عليها فيفا بس عارف بالظبط. تقعد تلعب بالفيفا في الحاجات اللي هو بيقعد يلعبها لك كده، يفضل يقول لك بالظبط. ايه روح هنا نور هنا نور هنا. بالظبط. فانت رحت بقى فوت جينكس لقيت الكلام ده على صح أرض كده؟ الواقع بقى. يلا يا باشا كمل. بس كان بالنسبه لي حاجه جديده. هو المكان كان لسه بادئ، يعني انا كنت رايح المكان كان لسه تقريبا بقى له 4 شهور موجود. كان لسه طبعا لسه ما فتحناش المكان، فكان لسه المفروض الفتره دي احنا ممكن نعلي صوتنا شويه يا احمد؟ حاضر. ممكن بعد اذنك؟ حاضر. شكرا. ماشي. انا جات لي شكوى من حد مش عايز اقول اسمه، اول حرف اسمه ايه؟ هايدي. ماشي. ان حضرتك صوتك واطي ليه؟ لا خالص. ليه؟ انا عارف انك وحش في الشقه. لا الرجاله وانت ايه؟ كلامها قليل لا بس شويه. كلامنا قليل ماشي لكن صوتنا عالي معلش. تمام ماشي. معلش احنا اهم حاجه الصوت العالي مش مهم نتكلم. حاضر. نزعق بس. انت عارف القصه بتاعت واحد بيحكي مع واحده بتقول له احكي لي قصه. قال لها طب انت عايزاني احكي لك ايه؟ قالت له احكي لي قصه سيدنا يوسف. قال لها كان تايه ولقوه. اوعى تكون كده. لا ماشي كمل. طب وريني. بس فكانت البدايه معاهم. احنا الاول احنا بنفهم ايه المكان، احنا بنعمل ايه، التكنولوجي دي الاجهزه دي احنا بنستخدمها ازاي، او هي في الاخر هتفيد اللعيبه بايه. فقعدنا فتره طبعا طويله جدا احنا بنتعلم ازاي نشتغل على الاجهزه دي. كنا احنا بننزل كمدربين نشتغل بنفسنا، نتمرن عشان نعرف الحاجه دي هتفيدنا ازاي. ماشي. فقعدنا فتره كبيره كده بالشكل ده لغايه اما فهمنا وتعلمنا الاجهزه دي بتشتغل على ايه. في الاخر هي بتشتغل على عمليه تحسين القرار بالنسبه للعيب. زي ما حضرتك عارف هو الفرق بين لعيب ولعيب قرار. انا ممكن اخد قرار في 5 ثواني، حضرتك تاخده في 3 ثواني. طبعا الثانيتين دول في معطيات كتير قوي في الملعب بتتغير. طبعا ومع ضغط الجمهور الفكره بالزبط. انك تعرف تاخد القرار الصح في وقت كويس تحت ضغط الجمهور. بالظبط. هو ده الفكره. هو قرار سريع وفي نفس الوقت قرار صح. فده كان الهدف من المكان، ان هو بيبتدي يشتغل على عمليه تحسين القرار بالنسبه للعيب. فهو الهدف منه ان هو بيشتغل على تنميه المهارات الذهنيه عند كل لعيب، ما بين الرياكشن، انتسبيشن، انهبيشن، حاجات كتير قوي. لان في الاخر كل ده بيصب في عمليه تحسين القرار وبيحسن التوافق بالظبط. الذهني العضلي. بالظبط. ده بالاضافه طبعا ان انت كل الحاجات دي بتبتدي تشتغلها المهاره بتزيد، سواء الباص، الكنترول بتاعك، الدريبلينج بتاعك. كل ده بيبتدي يشتغل بالاضافه للحاجات الفيزيكال، ان انت حاجه بتعملها بتكرارات كتير وبتعملها في وقت كتير. فده برضو بيحسن حاجات تانية غير الجانب الذهني بس. بس ده بدايتي مع حد فود اداكوا جينكس. بقى حد اداكوا كورسات في البدايه؟ يعني حد جه النهارده من بره اداك كورسات اه ولا انتوا قعدتوا بقى تراند ايرور احنا تنور وتطفي وتشوفوا بقى بتعمل ايه؟ قعدنا فتره كبيره كده بالطريقه دي لغايه اما في ناس كانوا بيجوا لنا بتوع السوكر بوت 360. دول كانوا من ار بي لايبزيج. جم فتره كانوا بيعلمونا بالظبط. لا والله. والله. ايه ده؟ ماشي يورجن كلوب بقى وادب. ماشي. فجم فتره طويله جدا قعدوا يدونا محاضرات احنا ازاي نشتغل على الجهاز ده بيفيد اللعيبه ازاي نطوع كل الحاجات دي في الاخر في خدمه اللعيب. ده بالاضافه لان احنا كان المكان هو فكره ان المكان قايمه على ان احنا بنشتغل بالداتا. لان مش انا اللي هقول انت بقيت كويس او وحش، او لان الموضوع ان انا اقيم لعيب بعنايه دي حاجه نسبيه جدا طبعا. فاللي هيقول في الاخر الداتا والارقام هي بتقول لعيب كان عند اكس دلوقتي بقى عند واي. فهو اللعيب فيه تطور ملحوظ. لكن العين برضه مهمه. اكيد طبعا. خلينا انت في الاول في الاخر كده. ما في الاول في الاخر يعني هو الداتا هتستفيد ايه من غير العين؟ اكيد انت قدامك واحد باصه 100 باص بس انت عينك شايفه ان ال 100 باص دول ورا مثلا صح كده؟ فده تمرير سلبي. او ممكن واحد باصه 5 باصات بس منهم 3 ريسكي على الجون. فلا ده بالعكس ده افكتيف اكتر. انا ميله يطلع لقدام ويزود مهاراته في الباص. لكن التاني ده اصلا عايز اقول له يا حبيبي الكره اللي قدامي يا بابا. بالظبط. بس في الاول وفي الاخر برضه هو العنصر البشري دوره مهم جدا. ان انت ازاي تجيب مدربين يقدروا يشغلوا لك الحاجات دي ويطوعوا التكنولوجي دي ان هي في الاخر تخدم اللعيب. بس فقعدنا فتره طويله على الموضوع ده، المحاضرات بالاضافه ان احنا بننزل بنفسنا نشتغل لغايه اما المكان وقف على رجله بقى زي دلوقتي كده. حلو. وبعدين لما سبتوهم انا قعدت فتره. معاهم قد ايه؟ قعدت حوالي 4 سنين. قعدت حوالي 6 شهور او 4 شهور كنت كوتش، وبعد كده اترقيت بقيت هيد كوتش. قعدت فتره. في لعيبه بقى جات لك من الدوري الممتاز ولا؟ في لعيبه كتير. احنا قعدنا فتره اشتغلنا مع فريق المقاولين فيرست تيم. الاسماعيلي كان بيجي لنا لعيبه معينه.
بالاضافه لعيب الدوري الممتاز بقى، بس في انديه مختلفه يعني، كان بيجي لوحده بعيدا عن النادي يعني. كبرايفت تريننج بالظبط. صح كده، عشان بالظبط. خاطر يحسن مستواه. بالظبط. طب والله طب فادي الناس دي استفادت في يعني؟ انت ناس لما كتير بتتفرج عليهم بعد كده يعني طبعا انت اكيد بتتفرج على الدوري أكيد. زي اي حد يعني، اكيد. حتى لو كان عندك شغلك في الكوره النسائيه، بس اكيد برضه حب الكوره يعني. انت أكيد كمان طبعا. كنت كمان ابن المهنه يعني، مش زي أكيد. حالاتنا كده ما لبسناش شورت غير واحنا على المصيف. لكن انت لما كنت بتتفرج كنت بتلاقي في فرق يعني انت حاسس بفرق في اتخاذ قراره؟ في كتير بتتفرج جدا. عليه؟ في لعيبه كتير، زي يعني احنا جالنا فتره من الفترات محمد طارق لعيب نادي الزمالك، كان في مرحله الناشئين وكان لسه بيبتدي يتصعد فيرست تيم. قعدنا فتره اشتغلنا معاه ما شاء الله، اتأيد قائمه افريقيه مع الزمالك ووصل المنتخب زي ما انت شفت. في كابتن احمد مدبولي برضو كان ساعتها في الاسماعيلي وانتقل لنادي البنك الاهلي، فقعد فتره طويله برضو بيشتغل معانا يعني. احترم جدا اللعيبه اللي بتبقى عارفه ان هي امكانياتها لغايه فين، وبيتكسفش مستعيبش ان ينزل يتمرن حتى لو مع كميه صغيره، حتى لو مع حاجه جديده، عشان يستزيد ويبقى فعلا يحصل له تقدم. انا بشوف ان ده احنا قعدنا فتره كبيره قوي بنواجه مشكله ان حته الايجو بتاعت اللعيب، اللي هو انا في الاخر انا لعيب دوري ممتاز، انا هروح لحد يعلمني او يمرني او يشتغل معايا ازاي الف، ازاي اباص، ازاي اسكان قبل الكوره ما تجيلي. يا عم ده محمد صلاح نفسه عنده يعني طبعا مش لازم في الكوره، لكن يعني لو هنروح بعيد ليه، لما كان في نادي روما يا جماعه كان لوتشيانو سباليتي كان جايب له برايفت ترينر عشان الفينش. دي قصه معروفه. ديفيد بيكهام على فكره، انا وما ادراكم يا جماعه دي، بس انتوا الجيل الجديد بس ممكن يعني اللي بيتفرج علينا مش عارف ديفيد بيكهام. ديفيد بيكهام هو من احسن الناس اللي بترفع اوفرات في العالم، هو كان احسن ومن احسن الناس اللي تلعب فاولات في العالم، كان هو جونينيو وقتها يعني. كان راجل كان اليكس فيرسون بيقول ان كان معين له بيرسونال ترينر عشان الاوفرات والتمرين ده. فيعني احنا انت مع احترامي ليكم يعني يا جماعه، انتوا مش اكبر من الناس دي يعني، والناس دي بتلعب في كلاس اي بلس يعني. بالظبط. فهي دي الجزئيه يعني، ان ازاي اللعيب يوصل لمرحله اللي هو انا محتاج اشتغل على نفسي، انا في نواقص عندي، مفيش لعيب هيوصل لمرحله الكمال طبعا في الكوره، فانا اي نواقص عندي انا محتاج ان انا اشتغل عليها وما كبرش، اشوف فين المكان اللي ممكن لا احنا يفيدني هنا اشتغل عليه. كلنا ما شاء الله كلنا مارادونا، بالظبط. مصر كلها مارادونا ما شاء الله، بلد ال 100 مليون مارادونا. بس فهي كانت هي دي المشكله اللي بتواجهنا يعني. هي في الاخر هترجع العقليه، انا كلعيب انا عايز يبقى عندي استمراريه، عايز اوصل لحته كويسه، فانا محتاج اشتغل على الناقص اللي عندي، بس ما اقفش بس عند النقطه دي. طيب كويس. بص بقى احنا يعني للاسف طبعا الجزء الاولاني خلص، هنطلع فاصل صغير ونرجع عشان نكمل مع حضرتك رحله الكفاح. تمام. وبعدين نشوف بقى انتوا ازاي اتعرفتوا على بعض، نبدا بقى ايه، نخش في الايه في السحاليب بجد بينكم. بقى. عشان احنا عايزين نعرف منهم يا جماعه هيعملوا ايه لما ان شاء الله بيراميدز يلاعب مودرن. دي قصه لازم نفهمها يعني مع بعض. يعني مستنيكم طبعا في الجزء الثاني، وهتروحوا في اي حته. مستنيكم طبعا في التواصل على كل البلاتفورمز، الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك، طبعا السبسكرايب على صفحه اليوتيوب استوديو اكس بودكاست. خلونا نطلع فاصل صغير كده ونرجع على طول، استنونا.